السؤال النهارده: هل يتخطى النادي الاهلي دور المجموعات؟ النادي الاهلي لعب ماتش وحيد في بطولة افريقيا السنة ديت، ووصل ان هو اتغلب من الهلال 1-0، ما عندوش ولا نقطة. طب التوقع ايه؟ توقعي برضه هقوله في اخر الفيديو، بس تعالوا ندردش مع بعض في وضع الاهلي. الاهلي اتغلب من الهلال 1-0، ما عندوش ولا نقطة. الاهلي هيقابل الماتش الجاي صن داونز في القاهرة، وبعد كده هيروح يلعبوا في جنوب افريقيا. طب بالنسبة لوضع الاهلي وصن داونز، اعتقد ان الاهلي، وجهة نظري طبعا، الاهلي لو كسب صن داونز هنا وهناك خلاص الاهلي صعد ان شاء الله. يعني سهل جدا، انا شايف انه هيكسب الهلال 100% هنا في مصر 3 و4-0 كمان. والقطن الكاميروني الاهلي هيكسبه في الكاميرون وهيكسبه في مصر. دي وجهة نظري. لو كسب الصن داونز في مصر وكسبه في جنوب افريقيا، الاهلي هيتأهل كأول مجموعة. طب انا توقعي ايه؟ توقعي ان الاهلي هيكسبه هنا في مصر وهيتعادل معاه هناك في جنوب افريقيا. هيكسبه هنا في مصر وهيتعادل معاه هناك في جنوب افريقيا. دي وجهة نظري. وهيكسب القطن الكاميروني رايح جاي، وهيكسب الهلال هنا في مصر. طب انا يعني ايه العشم الجامد ده؟ الاهلي محدش هيسيبه، كله هيقف في ظهره. بصوا على الاعلام دلوقتي بيتكلم ازاي على الاهلي. مشكله الشناوي كله مطنش عليها ومحدش بيتكلم كويس. انا مش بقول ايه بيعملوا كده صح ولا بيعملوا كده غلط. الاهلي بيدعموه. ماتش اسوان هيقفوا معاه وهيكسب ماتش اسوان، لازم يكسب ماتش اسوان. ليه؟ عشان الروح المعنويه ترتفع. انا برضو مش مع او ضد انه يكسب اسوان، انا بقول لكم توقعاتي. الاهلي يكسب ماتش اسوان عشان الروح المعنويه ترتفع، باي طريقه يكسبها، بحيث ان هو يتخطى اللي حصل في ماتش الهلال، وهيقابل صن داونز توقعاتي انه هيكسبه. وبعد كده هيقابل صن داونز هناك، هيتعادل او هيكسب، بس على الاقل هيتعادل. انا شايف كده يعني من وجهه نظري. والقطن الكاميروني هيكسبه رايح جاي، وهيكسب الهلال هنا في مصر. يعني الاهلي من وجهه نظري هيتاهل ولا مش هيتاهل من دور المجموعات؟ انا شايف الاهلي هيتاهل من دور المجموعات، لان مجموعه الاهلي الهلال انا شايف ان هو مش قوي، والقطن الكاميروني مش قوي، هو مشكلته وحيده في صن داونز. فانا شايف ان الاهلي هيتاهل بسبب بخبراتي قبل كده مع الاهلي، وشايف جماهيره هتقف معاه، والاعلام هيقف معاه، وادارته الفنيه هتقف معاه، والدنيا كلها هتقف معاه، وهيسندوه وهيعدوه المرحله دي. فانا ممكن من وجهه نظري نعم الاهلي هيتاهل من دور المجموعات وهيوصل لدور الثمانيه.